4 صح؟ تمام. واخد بالك؟ وسافرت يوم الخميس الصبح. سافرت كام ساعة؟ 8 ساعات. رحت امبارح يا دوبك عملت فك. وفي ملعب زي اللي انت شفته ده، ملعب ما يعلم به الا ربنا. يعني انت لو نزلت عشان توقف كوره لازم توقفها بايدك الاول، مش برجلك. يعني النهارده في كوره طولت من احمد شريف، انت لازم تعذره، بيوقفها واخد بالك؟ لان برضو الملاعب دي انت ما بتتمرنش عليها عشان يبقى في حساسيه، امتى تحط رجلك وامتى تباصي بس كابتن احنا لعبنا في الملاعب دي وكنا ماشي. بنعمل يعني ماشي نتائج. انت مطالب انت بتستخدم على ارض الواقع. فاروق الجيل تشتغل على ارض الواقع. الجيل بيختلف، كل ما الاجيال بتيجي المهاره بتقل. هو انت النهارده مثلا الكره بتاعت احمد شريف دي لو على ايامنا وحد وقفها، ده انت تقعد تعايره طول ما يبطل كوره لغايه ما يبقى تقول له الكوره جايه لك، ومش صح ولا غلط؟ تمام. عشان اللعيبه كانت مهاريه، فهي اللي كانت يعني الحاجات دي هي اللي كنت بتحس بيها، ان انت وهي الكوره جايه بتوقفها يا ولد على التوقيف يا ولد انت. فانت دلوقتي ما فيش موهبه خالص، فانت دلوقتي هتقول ايه؟ دي يا كابتن بس في مواهب. فين؟ قول لي. لا في مواهب. قول لي، طب هات لي. انت ما عندكش، مش شايف حد خالص موهبه؟ ما فيش الا فتوح مش موهبه. مين؟ فتوح مش موهبه. موهبه. طيب ماشي. يعني ما هو لو النهارده شويه هتلاقي في لا 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 هتلاقي. لا النهارده هو قبل ما ينزل بزيره هو الوحيد اللي بيقف على الكوره، هو اللي بيبص في الكوره الاهلي صح. هتلاقي برضه. فين؟ امام عاشور. موهبه. انت ايه رايك؟ لا، هو امام عاشور البدني بتاعه لما بيبقى كامل بيبقى لعيب كامل. مفيش بدني، ما كره انا كده بقى لو قلت لك زيزو هتقول لي لا مفيش خالص. لا طبعا، لا زيزو ولا تريزيجيه كمان. كل دولت البدني. كل دولت البدني يوقفهم على رجليهم، انما لعيبه موهوبه لا طبعا. ايوه يعني اكيد الموهبه موجوده كابتن كلاعب كوره. لا يمكن يروح للمنطقه يا دي حبيبي. لا يعني هو صغير بص لما بص قبلوه في الناشئين بص عشان هو موهوب. هختصر لك الكلام. انا مش عايز واحد زي رضا عبد العال. لا، ما انت انا عايز واحد زي رضا عبد العال في واحد بس. كان وليد صلاح، ماشي، كان عبد الجليل، ماشي، ايامنا قبلينا كان واحد. علاء ميوب وكان مش كل الفرقه هتبقى كده. لا يا حبيبي، لا لا ما انت دلوقتي اصلا المشكله ان انت اللي بيعرف يوقف كوره بتديله 30 مليون و40 مليون، اللي بيعرف يوقف كوره بس او يباص الكوره بس الاقرب واحد. واخد بالك؟ انما حد بيكسب مساحه، حد بيضرب خطوط، حد بيرقص واحد واثنين زي ايامنا، مفيش. واخد بالك؟ فانت ما تقوليش موهبه، هو الموهبه فتوح وبزيره ده في نادي الزمالك. ممكن قفشه في الاتحاد. ممكن مين تاني؟ كان الله يمسيه بالخير القندوسي، ده كان من احسن المواهب. ما فيهوش موهبه خالص حاليا. لا بص، من بعد ابو تريكه ما فيش. يعني طب بن شرقي لو احنا قلنا عليه لعيب برضه حريف كان. لا انا بكلمك على موهبه. اصل اللاعب. لا لا بص، دولت البدني هو اللي بيكملهم. حتى بن شرقي. ايوه حتى بن شرقي. تمام. ما هو بدني لو واقع ما بتلاقوهوش، انما انت هات اي حد يا راجل، هات وليد صلاح دلوقتي بجسمه ده. لا وهي كره، لا وهي كره جايه له هيعمل لك كده انت واخد بالك؟ دلوقتي احنا بنلعب حتى وهو يعني عبد الستار صبري مش مبطل اهو. هاتوا وشوفوا. يعني في لعيبه حتى لو هي مبطله لا لسه الموهبه. وحماده عبد اللطيف مثلا، كابتن حماده واخد بالك؟ فانت اللعيبه الموهوبه دي تيجي من البيت تلعب. حازم امام كمان. وحازم طبعا امام. انا قصدي اللعيبه اللي هي الحريفه دي تيجي من البيت تلعب عادي. وخلي بالك كان بيبقى فيها تعطش لما بيبقى بعيد عن الملعب ولسه ما اكتملش شفائه. هنا بقى شوف ان المفروض، مش هقول لك بقى بدني يبقى 100%، لا لسه شفائه ما بيبقاش اكتمل، وياخدوه يلعبوك وانت لسه في مثلا 20% 25 لسه الاصابه ما شافتش منها يعني. تمام. طيب قلت لي النهارده ان الزمالك يعني كويس قوي اللي هو عمله جدا. ده يشكره والله العظيم. هل لو انا سالتك السؤال ده، هل كان في تاثير